أكد مصدر داخل الأهلي أن النادي لم يحصل حتى الآن على توقيع يوسف بالعمري، نافيا ما يتردد مؤخرا بشأن توقيعه على عقود انضمامه للأهلي لمدة 3 مواسم ونص، مشددا على أن هذا الأنباء غير دقيقة. وأوضح المصدر أن المفاوضات مع اللاعب وإدارة نادي الرجاء تسير بشكل قوي، وتم الاتفاق على الصفقة ولكن لم تحسم رسميا حتى الآن، ولم يتم توقيع أي عقود حتى هذه اللحظة. وأضاف المصدر أن هناك اتجاها لإجراء الكشف الطبي للاعب في المغرب لتسريع إنهاء الصفقة. وأوضح المصدر أن اللاعب يوسف بالعمري رفض عرض الوداد المغربي مفضلا انضمامه للأهلي، الذي كثف مفاوضاته مع اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل حسم الصفقة. محمد أبو العلا طبيب المنتخب يؤكد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي مدافع المنتخب تؤكد تعرضه إلى كدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، ويعمل الطاقم الطبي على تجهيز محمد حمدي بشكل قوي للدخول في حسابات حسام حسن، وذلك بناء على الاستجابة الطبية. محمد أبو العلا يؤكد أن الفحوصات التي أجراها اللاعب مصطفى محمد أثبتت إصابته بكدمة في الكاحل، وذلك عقب مشاركته في مباراة زيمبابوي. ويعمل طبيب المنتخب بكل جدية لتجهيز مصطفى محمد بشكل قوي للمباريات المقبلة، وإن المنتخب في أمس الحاجة لخدمات الأناكوندا. مصدر من داخل المنتخب: إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة جديدة، واللاعب جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا من الجمعة المقبل. وأكد المصدر أن تغير إمام عاشور في لقاء زيمبابوي كان فنيا وليس بسبب الإصابة، خاصة إنه عائد للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل نظرا لمعاناته من إصابته الأخيرة بأنزيمات الكبد. قرر حسام حسن استمرار محمد الشناوي في حماية عرين الفراعنة، وذلك رغم المنافسة الشرسة من جانب مصطفى شوبير، وبرغم بعض الأخطاء المؤثرة التي يقع بها محمد الشناوي، لكن هناك ثقة يحصل عليها من جانب حسام حسن في الوقت الحالي رغم بعض الأخطاء الكارثية. أحمد شوبير يعلنها: لن ينتقل حامد حمدان إلى صفوف نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده اللي مكفيه من أزمات ومشاكل مالية، ولذلك من الصعب أن يتحرك لحسم التعاقد مع حامد حمدان. وأكد شوبير أن الموسم الماضي كان حامد حمدان قريب جدا من انتقاله للزمالك، ولكن الصفقة لم تكتمل، وهناك صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز في الوقت الذي يرصد خلاله نادي بيراميدز أكثر من 55 مليون جنيه لضم اللاعب، في حين يراهن الأهلي على رغبة حامد حمدان بارتداء التيشيرت الأحمر لحسم الصفقة. تصريح من حسن المستكاوي: أتعجب بشدة من قرار استبدال إمام عاشور بحجة زيادة الضغط الهجومي على منتخب زيمبابوي. وأضاف: وجود إمام عاشور في الملعب يزيد من الضغط على أي منافس، ومن الضروري بقائه داخل الملعب. وتابع المستكاوي: كان من الأفضل استبدال محمود حسن تريزيجيه أو حمدي فتحي،